السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتنا المتواضعة عائلة أم روج. في الأول كده ندعي لحبايبنا في فلسطين، ربنا ينشرهم يا رب وينصر الإسلام في كل مكان. أنا صحيت من النوم، نزلت روجي للامتحان ووصلتها شوية، بتخاف من الكلاب اللي في الشوارع وكده. وجيت بقى على ما هي لبست كنت روقت المطبخ من المواعين والكوبايات ولازم اللي انتوا عارفين. جيت كنت انا مشغله الغساله، اول ما صحيت اصلي الفجر شغلت الغساله كده. ولما جيت بقى بعد ما وصلتها نشرت وقمت رايحه السوق. فطرت بورتاج الاول وقمت رايحين السوق وجينا. قعدت بقى ايه، رحت جبت طلبات من تحت اللي هو اللبن، جبت فرخة بيضة كده يعني. وقمت قاعدة منقية الرز وقطعت البامية زي ما انتوا شايفين كده مقمعاها زي ما انتوا بتقولوا. غسلت الفراخ وعملتها بملح، وبعد كده قمت عاملاها في ملح وليمون وطماطمايه، ونقيت الرز بتاعنا وغليت اللبن بتاع الدسس. كان عندي شوية شوربة بتاعة اللحمة، هعلق عليها البوتاجاز عشان تسخن للبامية ان شاء الله، واغسل الرز بقى ونحطه في الفرن بتاع البوتاجاز. وغسلت البامية غسلة حلوة كده، نسيبها بقى تنزل من اي حاجة. وطبعا عاملين الرز المعمر مع بعض كذا مرة، وعشان هحطه في فرن البوتاجاز هحط له ملح ونقلب تقليبه على الناشف ونحط اللبن، وبعد كده نقلبه عشان الملح يبوش. واللبن طبعا انا غليه عشان المرة اللي فاتت ما كنتش غليه وقعد كتير قوي في الفرن. يلا لايك حلو منكم، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. النهارده ريتاش خلصت امتحان ويا رب الواحد يروق، بس طبعا يا جماعة عليكم بالقرآن. اللبن اللي انا كنت غالياه للدسس للاسف ما قضاش، فخدت من اللبن اللي انا كنت غالياه، ربنا يهدي العيال ويشربوا مع ابوهم. فطبعا حطيت ميه سخنه، اي حاجه بقى بزودها بميه سخنه عشان ايه الفرن بتاع البوتاجاز بيغيب. هنشوف الشوربه ده لسه. هنجهز بقى ايه الفراخ، هحطه في الفرن الاول. طبعا سخنت الفرن الاول قبل ما احط صينيه الرز. هنجهز بقى الفراخ، نعمل ايه، جايبه فلفل ملون لروجي، هي بتحب الفلفل الاصفر. فالبياعة قالت لي ما ينفعش يبقى كله اصفر، خدت واحد بس احمر، قالت لي مش مشكلة واحد عادي. فانا الاحمر ده هنحطه للفراخ. غسلت واحد شطة كده، طماطمايه بصلاية وادي الفلفل الاحمر والشطة، ومستنياها تجيب لي جزراية. قطعنا بقى الطماطم والحاجة اللي انا وريتها لكم، حطيت ورق لورا وحطيت حبهان وحطيت قرفة وحطيت ملح وحطيت كمون وفلفل اسمر وكزبرة وبابريكا وحطيت سكر. السكر اساسي. يلا نغسل الطماطم ونعصرها في الخلاط، وطبعا مكعب المرقة اللي انا قلتلكوا عليه وحتة القرفة هي. وريتاش كانت غضبانة على فلفل اصفر اللي هي الحتة الاخيرة دي، فخدتها وقطعتها. حطيت لها كده نقطة زيت، يعني معلقة زيت كده، وعلقت عليها. والطماطم بتتضرب في الخلاط نقوم منزلين عليها. وهنا عملت بصلاية وكام فص توم كده، بصلاية صغنونة خالص وكام فص توم. عاوزة بقى ايه، اغلفها وادخلها الفرن صينية الفراخ. تصفر بس البصلة واقوم حاطة الطماطم، عصير الطماطم عليها. انا عاوزة البصلة كده بس، هنزل بقى بعصير الطماطم. نزلت بعصير الطماطم وجبت واحد شطة قطعته كده، شطة خضرا، وجبت كزبرة ناشفة، بابريكا، وحطيت السكر شيء اساسي، وهحط مكعب مرق الدجاج. مكعب مرق الدجاج رغم ان انا هحط ايه شوربة، وطبعا الفراخ ايوه انا حاطه لها مكعب مرق الدجاج، ولو بعمل في الشوربة برضو بحط لها مكعب. لما بفتكر والله ساعات كتير اوي بنسى. يلا بينا نغلف الصينية وندخلها الفرن. وقبل ما نتلخم في تغليف الصينية قلت انزل بالبامية. انا ما بسبكش اكلها عشان ايه، اي حد المفروض يحافظ على معدته، الحموضة والقولون والمعدة واللازم يعني. كده انا حطيت البامية، هغطيها بقى ونغلف الصينية. مش هحط شوربة دلوقتي للبامية. شايفين ملح قد ايه؟ انا هحط حاجة بسيطة خالص. الملح بسيط ليه؟ ما حطيتش توابلك ليه؟ لا انا بحط الملح حاجة بس ايه تسكر الطبيخ بتاعتي، ملكيش دعوة خالص بالتحديق. لما الحاجة بتستوي مني انا بحط لها بقى الملح بتاعها وبظبطه.
غلفنا الصينية، بجد الصينية سخنة، المفروض كنت احطها في الفرن من اول، بس انا طبعا عشان حاطه الرز وكده من بدري فقلت احطها بقى ان شاء الله عليها غلو وادخلها الفرن. يلا بينا نفتح الفرن وندخلها. حطينا حاجاتنا في الفرن واللي على البوتاجاز ومش عارفه ايه، نروق بقى مطبخنا. الحوض بتاعنا هم دول بس اللي لينا، كنت انا غسلت الحته ديت. ويلا بينا نغسل بقى وبطل رغي كتير. وقبل ما نرغي نقول لكم حطوا لايك واشتراك، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. جيت ابص على الباميه لقيتها شربت ميتها، طبعا ازود لها الشوربه بقى. زودت لها الشوربه بتاعتها كده. كنت ببص لقيت اللي تحت ماسك في بعضه، اللي هي الطماطم الصلصه ماسكه في الارضيه، فقلبناها تقليبه حلوه وزودنا لها شوربه. نغطي عليها ونروح نقعد. وقبل ما اقعد نوريكم الحوض بتاعنا. غسلنا اللي فيه وسبته كده يصفي ميته. راح اقعد لان ظهري يعني ما قعدتش خالص من اول ما جيت. انقي رز واعمل باميه وطلعت لطيور ومش عارفه ايه، وعملت كذا حاجه. بجد ظهري خلاص، ربنا يعافينا يا رب ويسترنا معانا ويسترها معانا جميعا يا رب، ويدينا الصحه ناخد بيتنا وعيالنا. شفت اللي حصل؟ جيت ابص على الرز اقول هو الوش بتاعه مش عاوز يحمر ليه، ده انا يعني غاليه اللبن. ابص لقيني المطيه البوتاجاز خالص على 120. ما شاء الله علينا. عاوزه اقول لكم الباميه دي يعني لحمه، تحطوا فيها حته لحمه كده، ويا سلام بقى تيجي تقدموها تعصروا فيها اللي هو الليمون وتاكلوها بالعيش. احلى اكله بصراحه، احلى اكله، بعشقها بالليمون والعيش. للاسف بعد ما تعبت يعني بعدت عن خضار كتير انا كنت بحبه. لقيتها مستويه قمت حطيت لها ملحها وكمونها وزودت لها كبشه شوربه واسيبها كمان شويه ونطفي عليها. وهنا الباميه بتاعتنا استوت واتحطت بقى بالحضوية بتاعه الملح والكمون ونطفي عليها. بسم الله. نستنى بقى الدسس يطلع من الفرن. هو صينيه الفراخ. دلعت الرز بتاعنا بقى كده عشان نحط له حته سمنه، يعني غرست فيه المعلقه او سكينه وشببيه لفوق وتحطي له حته سمنه معلقه زيت بتاعتك. وصينية الرز طلعتها. طلعت صينية الفراخ حطيتها على البوتاجاز لان لقيت فيها شوربة كتيرة قوي، فكانت لازم تشرب شوربتها. بدلت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، وولعت الشواية بقى وحطيتها تحتها. وكده طلعنا صينية الفراخ من الفرن. نغطيهم قبل ما يروحوا القرآن، نفرغ لهم ياكلوا بقى. فرغت الرز عشان يبرد شوية هو والبامية، رغم ان انا قافلة على البامية من بدري. ونعمل طبق خيار وطبق مخلل مع صينية الفراخ، وكده يبقى أكلنا وغدانا بفضل الله وستره من عند ربنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. اللهم احفظ بيوتنا واسترنا يا رب، استر بلادنا جميعا واحفظ ولادنا يا رب، وبعد عنهم أي شر وأي سوء. ربنا ينصر في اخواتنا في فلسطين، ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل مريض توفي يا رب العالمين. دعوة حلوة منكم لينا ودعوة لأخواتنا في فلسطين. وعاوزين لايكات كتير واشتراك، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. انزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب ونقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا ليمون للبامية او للويكا، وكده غدانا بفضل الله. اتفضلوا معانا. عاوزين لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس واختاروا الكل، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.